وهي مشكلة المسام الواسعة. طبعا دي يعني مشكلة بتواجه كثير من الناس، ولكن أنا نصيحتي ليكم باختصار إن احنا لازم نعرف الأسباب بتاعتها ونمشي عليها كده واحدة واحدة، بحيث إن احنا نوفر على نفسنا شراء منتجات غالية ممكن تكون مش مناسبة، أو تكرار شراء منتجات رخيصة، وده بيزود التكلفة. فأنا الهدف من القناة إن أنا عاوز الناس تتعلق أو تشوف الأسباب قبل ما تشوف المنتج السحري اللي بيعالج المشكلة. وطبعا لا شك إنه في منتجات فعالة جدا لدرجة السحر، ولكن لو أنا استخدمتها في المكان الغلط أو مش بتاعتها، فده كأني ما عملتش حاجة. يعني هو سحري بس في المكان بتاعه لما أضبطه صح. فبداية كده بذكركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاشتراك في القناة، ويعني أي استفسار أو أي شيء في التعليقات. تمام. بالنسبة لمشكلة المسام، لازم أول حاجة نعرف إنه هي المسام دي فتحات طبيعية عشان تطلع منها العرق والدهون واللي بتفرز من الغدد الدهنية اللي تحت سطح البشرة. تمام. هنتكلم عن الأسباب هتلاقيها كده إيه، يعني في شوية حاجات كده مهمين أنا قلت أكتبهم عشان ما ننساهمش. ولكن أول حاجة التعرض للشمس لفترة كبيرة. يعني أفكر أنا بتعرض للشمس أو للحرارة. يعني واحدة في المطبخ بتتعرض للبوتاجاز، بتتعرض للميكروويف بشكل كثير. مش هقول ما تتعرضش، ولكن على الأقل أنا عرفت السبب أو ألطف من ده بالطرق الطبيعية، إن أنا أخش أبرد البشرة بتاعتي، أستخدم لها مثلا الحاجات بتاعت التبريد. ففي فنيات كده قد بعض الناس يشوف أنها بسيطة يعني. تمام. وده انا نفس التعامل اللي بتعامل بيه في الصيدليه، في صيدليتي الخاصه، صيدليه التركيبات، صيدليه عنايه بمركز فرشوط محافظه قنا. لازم بسال الاول على الاسباب، عشان السؤال على الاسباب ده هو اللي بيحدد انا هشتغل ازاي او المسار ازاي. تاني سبب ان احنا ما بننضفش البشره بعد الميك اب، ما بيبقاش فيه تنظيف كويس، او استخدام الميك اب بصوره مبالغ فيها، او استخدام منتجات تجميليه مش مناسبه للبشره، يعني مش مناسبه لطبيعه البشره. كويسه جدا وكل حاجه، بس اللي مناسب لسين من الناس مش مناسب لصاد من الناس، فبالتالي ده بيعمل مشكله. واقول الكلام ده في لما اوصل لحته العلاج او حته حل مشكله المسام الواسعه، هيكون في جزئيه كده لازم تخلوا بالكم فيها وتركزوا تماما. او بستخدم منتجات رديئة اللي هي بتكون فيها شوائب وممكن تأذي البشرة. تمام. ايضا التقدم في السن بيحصل معاه المسامات الواسعة، زيادة العرق، الوراثة ممكن يكون ده شكل وراثي عادي. ففي حاجات كده لازم نبقى عارفينها، فعلاجها بشكل نهائي ده ببعض المنتجات الغالية جدا، وبرضه بيعتبر تقليل أو تضييق بحيث إنها ما تظهرش، أو يعني تجميل للشكل بتاعها. فدي أهم حاجة في الأسباب بتاعة المسام الواسعة. تمام. نخش بعد كده على بعض النصائح بتاعة ازاي نعالج. تمام. لو انا عندي مثلا عرفت كده المسام بتاعتي حصل فيها اتساع وبيجي شكلها كده زي الحفر، وفي ناس بتطلق عليها تقول حفر، ازاي بقى نعالج؟ اول حاجة لازم اختار منتجات تجميلية ذات قوام مائي. ازاي؟ يعني الناس اللي هي وخاصة الناس اللي بشرتها دهنية، او حتى لو بشرته مش دهنية وعنده المسام، هستخدم كريم مرطب يبقى قوام مائي، ما يكونش مرهم، ما يكونش مثلا زيتي. كل هذه الامور، واسال الصيدلي او اسال خبير التجميل اللي اتعامل معاه انه، او اقول له على نوع بشرتي والمشكله بتاعتي، لما اجي انا استخدم منتج تجميلي مثلا لهدف اخر، عايز استخدم مرطب، عايز استخدم حاجه، لازم يكون قوامه مائي. تاني حاجه ما ننساش نغسل الوجه والبشره بشكل يومي. تمام. ايضا لما اجي استخدم غسول للبشره، استخدم الغسولات اللي هي
هلامية أو الجل بمعنى أصح، ويفضل برضو المحتوي على السلسليك أسيد. ودي النقطة اللي أنا بتكلم فيها، إن أنا أختار حاجة مناسبة للبشرة. لازم أختار الحاجات اللي هي بتبقى في صورة جل، يعني حتى لو كريمات أخرى غير الغسولات اللي في صورة جل بتبقى أفضل للبشرة اللي هي معرضة لموضوع اتساع المسام. برضو لازم أعمل تقشير للبشرة، تقشير للبشرة ولو مرتين أسبوعيا. طبعا من الحاجات الفعالة جل الصبار أو هلام الصبار أو هلام الألوفيرا، بالذات اللي يكون فريش اللي انت بيطلع من الصبارة نفسها، ده لو استخدم على البشرة كماسك أو دهانه كده فترة 10 دقائق وبعد كده يغسل بماء يعني مستساغ أو بماء فاتر ما يؤذيش البشرة، ده هيكون حل كويس. أيضا استخدام خل التفاح مع المية، ونجيب قطنة وبعد ما اغسل البشرة بتاعتي يعني امشي بالقطنة على الاماكن دي. كذلك مكعبات التلج وماسك الطين او ماسك الطمي، ده برضو بيكون كويس جدا للبشرة. انا كاتب كل حاجة عشان ما انساش اي حاجة، عشان بمشي هنا يعني بطريقة معينة متسلسلة، لازم اسأل عن كل حاجة، بالذات في تقديم الاستشارات هنا في الصيدلية بيتم بهذه الطريقة. يعني ممكن ترسي في الآخر اتفضلي يا فندم، أنت مش محتاجة منتج ولا تركيبة كمان، أنت محتاجة تعملي 1 2 3، ما تتعرضيش للشمس، مشكلتك مش محتاجة منتجات. فأنا يعني لما نشوف أسباب المشكلة بنعرف نحلها قبل المنتجات. والله احتاجنا تركيبة أو احتاجنا منتج يبقى كده تمام، احنا عرفنا. لكن انا لا، خد الكريم ده اقوى حاجه لكذا بدون ما انا اعرف السبب وبدون ما اعرف هل هو مناسب لنوع بشرتي ولا لا، ده مش كويس. مكعبات التلج طبعا بتتحط على يعني زي شاش او كده، وبيتم تطبيقها من مرة الى مرتين اسبوعيا، مش اكتر من كده برضو عشان البشرة ما تتأذيش. هل في ادوية؟ ده الجزء الثاني بتاع النصائح والعلاج. طيب وده كان علاجات طبيعية وعشبية. طب بالادوية، في ادوية بتعالج ده، خاصة الادوية اللي بتستخدم في حب الشباب، زي حبوب منع الحمل الفموية أو وسائل منع الحمل الفموية اللي هي الأقراص يعني. أيضا الكريمات اللي بتحتوي على مشتقات فيتامين أ زي الأكريتين ربع والأكريتين نص، ولو لقيتي يبقى تستخدمي الأكريتين ربع، لكن هو ناقص فممكن تستخدمي الميلانو فري لأنه بيحتوي على نفس التركيبة. وفي بعض المواد التانية اللي هي ممكن تدي شكل كويس للبشرة. تمام. ايضا في بعض الاقراص الدوائيه اللي بتستخدم في كده، بس دي لا تستخدم الا بعد العرض على الطبيب المختص. تمام. في منتجات جاهزه بتستخدم، يعني الاسعار بتاعتها معقوله، زي مثلا صابونه ليزا، زي غسول الماليندا جل، زي غسول ستارفل جل. وفي بعد كده منتج غالي جدا اللي هو سيرم النياسيامايد، ده مش عارف الاسم التجاري بتاعه تقريبا، يعني احاول برضو اكتبه لكم هنا في الوصف، في صندوق الوصف. ودي فكرة عامة عن مشكلة المسامات الواسعة واسبابها، قلنا اسبابها، وبعد كده قلنا ازاي نعالجها طبيعيا، وازاي نعالجها ببعض التركيبات وبعض السبل المتاحة. يعني العلاج برضو جل الصبار